من بداية الخلق وربنا اختار ناس مخصصين يحملوا رسالته وينوروا طريق البشرية. هنتكلم النهاردة عن شجرة الأنبياء، من سيدنا آدم لحد خاتم النبيين سيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. البداية كانت مع سيدنا آدم، أول إنسان وأول نبي. ربنا خلقه من طين وأسكنه الجنة، وبعدها نزل للأرض عشان تبدأ رحلة البشرية. سيدنا آدم رزق بثلاث أولاد، قابيل وهابيل وشيث عليه السلام. وزي ما احنا عارفين إن قابيل وهابيل اللي حصل بينهم أول جريمة قتل على الأرض. شيث خلف سيدنا إدريس عليه السلام، وكان يطلق عليه أخنوخ، وهو سيدنا إدريس. سيدنا إدريس من أول الأنبياء، وعلمه الله الكتابة والخياطة. جه بعد كده من نسل سيدنا إدريس سيدنا نوح عليه السلام، وهو نبي الطوفان. فضل يدعو قومه 950 سنة تقريبا. ومن بعد سيدنا نوح هنبدأ رحلة شعوب ما بعد الطوفان. سيدنا نوح رزق بأربع أولاد، سام وحام ويافث وكنعان. وكنعان هو اللي لجأ للجبل وقت الطوفان علشان يعصمه من الماء، وكان من المغرقين. سام خلف اتنين، وهما إرم وإرفحشاد. من نسل إرم يجي سيدنا هود وسيدنا صالح عليهم السلام، ومن نسل إرفحشاد يجي آذر. آذر رزق بولدين، سيدنا إبراهيم عليه السلام وهارون. هارون خلف سيدنا لوط عليه السلام، وبكده يبقى سيدنا إبراهيم عم سيدنا لوط. وعلى فكرة، سيدنا لوط فضل قاعد مع سيدنا إبراهيم في بيته لحد ما أرسله الله إلى قوم سدوم يدعوهم للعبادة. وبرضه سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط نزل عليهم الرسالة في زمن واحد تقريبا، بس في أماكن مختلفة. سيدنا إبراهيم تزوج من السيدة هاجر والسيدة سارة والسيدة قنطورة، واللي خلف منها مدين. ومن سلالة مدين سيدنا شعيب عليه السلام. السيدة هاجر رزق منها بسيدنا إسماعيل عليه السلام، وهو أول من نطق بالعربية. ركز، من السيدة سارة خلفت سيدنا إسحاق عليه السلام. وهنا عرفت ليه سمي سيدنا إبراهيم بأبو الأنبياء، لأن ربنا جعل في ذريته النبوة والكتاب، وجعل من نسله كل الأنبياء. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سيدنا إسحاق عليه السلام خلف ولدين، العيس وسيدنا يعقوب عليه السلام. ومن ذرية العيس سيدنا أيوب عليه السلام، واللي ربنا بيرزقه بعد صبره بذو الكفل. وسمي ذو الكفل لأنه تكفل لبني قومه أنه يحكم بينهم بالعدل ويكفيهم أمرهم. نرجع تاني لسيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب خلف 12 ولد، وهم الأسباط اللي هم سيدنا يوسف وإخواته. وهتبدأ سلسلة أنبياء بني إسرائيل. هنذكر 4 بس من أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام، وهم لاوي ويهوذا ويوسف عليه السلام وبنيامين. وبنيامين هو أخو سيدنا يوسف الوحيد اللي من نفس الأم. ومن ذرية بنيامين سيدنا يونس عليه السلام. ومن هنا هنكتشف إن سيدنا يوسف هو العم الكبير لسيدنا يونس عليه السلام. ويهوذا هيجي من نسله سيدنا داود عليه السلام، اللي وهبه الله بصوت جميل. أما لامي من نسل عمران، وخلف 2، سيدنا موسى وهارون عليهم السلام. وهنا برضه هنلاقي إن سيدنا يوسف هو العم الكبير لسيدنا موسى وهارون عليهم السلام. ومن ذرية سيدنا هارون يجي سيدنا إلياس عليه السلام. هنيجي لسيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف هيخلف إفرايم، وهو جد سيدنا إلياس عليه السلام، وجد نون أبو يوشع ابن نون، وهو فتى سيدنا موسى واللي اتذكر في سورة الكهف واللي فتح بيت المقدس. هنرجع تاني لسيدنا سليمان اللي من أبنائه رحبعام، ومن ذريته سيدنا زكريا وسيدنا يحيى عليهم السلام. وبرضه من ذريته عمران. خلي بالك، ده غير عمران اللي أبو سيدنا هارون وسيدنا موسى. عمران هيخلف السيدة مريم عليها السلام، وطبعا عارف إن السيدة مريم هي أم سيدنا عيسى عليه السلام. وعلى فكرة،
سيدنا عيسى ابن خالد سيدنا يحيى عليهم السلام، وسيدنا عيسى آخر نبي من نسل سيدنا إسحاق عليهم السلام، ويجي من نسل سيدنا إسماعيل عليه السلام آخر نبي وأعظمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي ختم بيه ربنا سلسلة الأنبياء ونزل عليه القرآن الكريم وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كل نبي كان نور في طريق البشرية، كلهم جم برسالة واحدة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وده كان تسلسل جميع الأنبياء اللي تم ذكرهم في القرآن. سلام.